اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت النهارده اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهنتكلموا عن المراجعة النهائية بمناسبة ان احنا خلاص ايام وداخلين عليها. فهنتكلموا شوية النهاردة على حاجات مهمة كده بخصوص المراجعة، وان شاء الله هحاول اجاوب على كل اسئلتكم. تعالوا بقى نبتدوا الفيديو. بصوا، اول نقطة حابة اتكلم معاكم فيها وهي الدروس. هاخد مع مين في المراجعة؟ بصوا، انا هكمل مع المدرسين اللي انا باخد معاهم عادي من اول السنة. هقول لكم. العربي طبعا مستر محمد صلاح، والكيمياء هكمل مع مستر خالد، والفيزياء انا باخد مع مستر مؤمن علي، وبالنسبة للانجليش باخد مع ميس ليلى عرفة. آه، وال والاحياء مع دكتور محمد ايمن. بالنسبة للجيولوجيا انا مش عارفة لسه، هكمل مع مستر حميدة، انا باخد معاه من اول السنة، ولا هراجع مع دكتور محمد ايمن. وبالنسبة للغة التانية انا ايطالي، باخد مع السنيورة سارة. وان شاء الله هحاول اراجع معاها. طيب بالنسبة بقى للكتب، زي ما قلت لكم انا الكتب جبت كتاب لكل مادة، ووريته لكم فيديو منفصل، وكمان حجزت كتب المدرسين. احنا بالشرط كمان نجيبوا كتب خارجية للناس اللي عايزة بس تراجع من كتب المدرسين، هي كفاية جدا اصلا. والمدرسين عاملين شغل كويس جدا، وفي كم اسئلة كبير قوي. فعادي ان احنا نراجعه من المدرسين، بس من كتب المدرسين. هي الفكرة ان انا افهم كل سؤال وافهم فكرته كويس، عشان أنا مش هستفاد اي حاجة لما احل كم اسئلة كبير، واجي في الامتحان الاقي منه سؤال او حاجة ومعرفش احله بسبب ان انا نسيت فكرته، او اصلا غلطت فيه ومعرفتش احله ساعتها ومعرفتش فكرته ايه. فالفكرة ان احنا نحله باتقان، نحله بضمير الاسئلة، ونجيبه مدرس، سواء المدرس اللي احنا بناخده معاه بقى يحل معانا، او لو كتاب خارجي نحلوه من اليوتيوب او كده، ونشوفوا كل فكرة سؤال بتتحل ازاي وايه فكرته، عشان بحيث لو جالنا تاني نبقوا نعرفوا نحلوه بكل سهولة. هي ده الغرض من المراجعة اصلا. بقى عايزة اتكلم معاكم عن الموضوع اونلاين او سنتر. بصوا، انا كده كده اساسا اونلاين. بالنسبة للناس اللي بتاخد سنتر، انا بنصحكم ان انتوا تكملوا اونلاين في المراجعة. لو في مثلا مدرس، خصوصا المدرسين اللي بيغيبوا. انا كنت باخد درس سنتر، كنت بقعد في السنتر مثلا بتاع 7 ساعات 8 ساعات انتظار وتسجيل بقى والامتحان وكده. فلا، النوع ده من الدرس بجد خدوه اونلاين، هيوفر عليكم مجهود وعدد ساعات رهيب. انتوا ممكن تخلصوا ده نفس الدرس ده وتذاكروا عليه حاجات تانية في اليوم واحد. تمام. نيجوا بقى لموضوع المذاكرة، اذاكر كام مادة في اليوم في المراجعات؟ بصوا، هديكوا نظامين. بما ان المحاضرة في المراجعات هتبقى محاضرة ضخمة جدا، المدرس هي مثلا هيراجع باب كامل في محاضرة واحدة او كده. احنا يا اما ناخده مادة كل يوم، نجهزه اليوم كامل لمادة واحدة بس، حل بقى ومذاكرة وشرح وكده. يا اما نقسمه اليوم على مادتين، مثلا جزء اليوم هيبقى شرح، اسمع شرح مادة واذاكرها، واليوم التاني احل على مادة تانية او برضو اذاكر مادة تانية، وهكذا. ده للناس اللي بتزهق قوي او بتمل من الموضوع ان انا اقعد طول اليوم اذاكر في مادة واحدة بس. والفكرة التانية ان احنا ناخده اليوم كامل على المادة، نخلصه بقى كل حاجة في المحاضرة من حل واسئلة وبقى والمذاكرة وكده. انا هعمل ايه؟ انا بصراحة بحب اقسم اليوم على مادتين. الطريقة دي مش بتخليني ازهق من المذاكرة، وكمان بحس ان انا بخلص كم كبير اكتر من ان انا اذاكر يوم واحد في مادة واحدة. طيب تعالوا بقى نيجوا لفكرة تانية. هو انا مطلوب مني ان انا اسمع كل الشرح بتاع المدرس ده، عشان طبعا هم هينزلوا كم كبير. المحاضرة الواحدة هتبقى مثلا شرح باب او كده. انا مش مطلوب مني ان انا اقعد اسمع الشرح تاني، انا بسمع الحتة اللي انا مش فاهمها اصلا من اول السنة، او انا حاسسها صعب عليا، جزء بس صعب عليا، او بغلط جدا كتير فيه في الاسئلة بتاعته، اقعد اسمع شرحه. لكن بالنسبة للحاجات اللي احنا ناسيينها، انا المطلوب مني
مني اذاكرها ولا المطلوب مني اقعد اذاكرها لوحدي. هما خلاص كده المدرسين عملوا اللي عليهم وفهمنا وخلاص، المطلوب بقى ان احنا اللي نعمله المجهود اكتر وان احنا نذاكره بايدينا. الموضوع ده هيوفر كم كبير من الوقت، عدد المحاضرات بتاعة الشرح. غير ان احنا ما يعني الافيد لينا ان احنا نقعدوا نذاكره، مش عايزين نسمعوا شرح كفاية، احنا سمعنا خلاص من اول السنة وفهمنا. المفروض ان احنا بقى بنراجعه بنفسنا احنا. مش لازم ان احنا نقعدوا نتفرج كتير على فيديوهات شرح من كذا مدرس. انا بمسك الجزئية اللي المستر نزلها الاسبوع ده واقعد اذاكرها بنفسي انا، والحل برضو بحل بنفسي، وبعد كده براجع الأسئلة مع المدرس. تمام. دي خطوة مهمة جدا بجد، يعني كفاية فرجة على الشرح كده. المهم ان احنا نذاكره بايدينا، نذاكره بجد. بنصحكم ان انتوا تذاكروا بالورقة والقلم. بلاش فكرة ان انا اقعد اتفرج على الكتاب كده. يعني الموضوع هيتنسى في ثانية حرفيا، واحنا اساسا دي تقريبا اخر مرة هنراجعه على المنهج. فلازم الجزئية اللي اقول عليها انا ذاكرتها اكون مذاكراها كويس جدا، واقدر امسك ورقة بيضة واسمعها بنفسي من دماغي. ده بجد هي دي المذاكرة. في موضوع بجد مهم جدا، الناس اللي مراكمة لحد دلوقتي مراكمة عدد محاضرات كتير، ابدأ ابدأ خلص. حتى لو انت مفكر مش هتلحق تخلص، الحق خلص اي حاجة احسن ما تسيب مثلا جزئية كبيرة جدا. يعني انا اخلص وادخل على الامتحان انا ناقص لي مثلا محاضرتين او 3 ما ذاكرتهمش كويس، احسن ما ادخل وانا داخلة وانا ناقص لي 5 محاضرات 6 محاضرات. اعملوا اي حاجة. انا في الفترة ديت مثلا ممكن انت حاسبها بالورقة والقلم ان انا خلاص مش هلحق، ذاكر اي حاجة تقدر عليها، ما تسيبش فترة دلوقتي، ما تسيبش وقت دلوقتي ونضيعه على الفاضي. قوم انجز اي حاجة اللي تقدر عليها، حتى لو في مواد مثلا لسه فتحتهاش، انا هبدأ واخلص اي حاجة اكون عارفها عن المادة احسن ما ادخل على الله حكايتي. وبالنسبة برضو للجيولوجيا، انا عارفة الناس كتير لسه ما بدأتش فيها، وانا سمعت المحاضرات بس وما ذاكرتهاش خالص، ولا مرة متهيألي ان انا ذاكرت جيولوجيا بنفسي. هنبدأوا فيها طبعا من دلوقتي من اول المراجعات وهنحله. بالنسبة للمادة التانية مش لازم اخد فيها درس، انا ممكن عادي اسمع شرح من اليوتيوب وابدأ اسجل المستر بيقوله الشرح واذاكره بعد ما اخلص الفيديو، واقسم الفيديو على كذا مرة. ممكن عادي نكتفه بكده، ولو عندنا مصدر نحله منه ماشي، ما عندناش يبقى خلاص، يعني كفاية ان احنا نراجع عليها مرة واتنين وكده. والجيولوجيا يا جماعة والله داخلة في الامتحان زيها زي الأحياء عادي، عليها 13 درجة، فهي مهمة جدا. أنا هضيع مادة أنا بذاكرها من أول السنة عشان خاطر الجيولوجيا أنا لسه مبدأتهاش؟ فلا، نهتم بقى من دلوقتي. طيب هو أنا ازاي أنظم يومي وأنظم الأسبوع بتاعي في المراجعة؟ أهم حاجة عايزاكم تعملوها جدول للدروس بتاعتكم والمحاضرات بتاعتكم، جدول بسيط جدا زي اللي انا عاملاه ده. انا عملته عشان اوريهولكم، جدول بسيط جدا مش هياخد منكم اي حاجة. تحطوا فيه الايام بتاعه المحاضرات اللي هتنزل فيها، مش مطلوب منكم ان انتوا تحطوا بالساعات بقى ولا هتذاكروا قد ايه ولا كده، بس حطوا اليوم بالمحاضرة بتاعتها، عشان اخطر حاجة ممكن تعملوها ان انتوا تمشوا بعشوائية خصوصا في المراجعات. نظموا لنفسكم الاسبوع بتاعكم، نظموا اليوم، المحاضرة تنزل في ميعادها تذاكروها، قصدي ان انتوا تحددوا كل يوم لمادة، مش تمشوا انا مثلا اصحى من النوم يلا لسه بقى افكر اذاكر ايه النهارده. لا، انا صاحيه بكره لحد بكره الاثنين ابقى عارفه المحاضره هتنزل بتاعت ايه اللي هتنزل مثلا يوم الاحد، وابدا اذاكرها من اول ما اصحى. تمام، ده قصدي ان انتوا ما تسيبوش نفسكم وتسيبوش الايام هي اللي تمشيكوا. تعملوا جدول زي ده كل اسبوع وتحددوا فيه المحاضره باليوم بتاعها. اما بقى هتذاكروا قد ايه وهتذاكروا كام حاجه في اليوم، دي تمام، يعني دي نفكروا فيها في اول اليوم. لكن اللي ما ينفعش يتساب
هي الايام بتاعه المحاضرات. بجد هتلاقوا نفسكم الاسبوع خلص وانتوا عليكم محاضرة واتنين لكل مثلا لمواد مختلفة، وانتوا سبتوها ليه؟ عشان انا ساهية مع الايام وما كنتش محددة ايام محددة للمحاضرات. دي اهم حاجة لازم تعملوها. لكن انتوا مش حابين تعملوا اسبوع جدول اسبوعي للمذاكرة، براحتكم، بس اهم حاجة ان احنا نحدد الايام بالمحاضرات اللي هتنزل فيها. طب تعالوا بقى نتكلموا ازاي اليوم اصلا يمشي بتركيز وبنظام وننجزوا اكبر كم ان احنا نقدروا عليه. بصوا، في المراجعات عايزاكم تقعدوا شوية على المكتب اكتر من ساعة على قد ما تقدروا طبعا، وتحاولوا تعودوا نفسكم. يعني اليوم بالتاني هتلاقوا نفسكم بتعملوا كده بجد كويس. يعني مش قصدي ان انا ساعة واقوم ساعة واقوم، اللي يقدر يقعد اكتر من ساعة تمام. ليه؟ عشان انا عايزة اقعد شوية وعايزة اخلص كم كبير، عشان احنا مش بنتكلموا في درس ولا اتنين، احنا بنتكلموا في ابواب هنراجعوها في يوم واحد. فاللي يقدر يقعد شوية يطول يعني مدة المذاكرة بتاعته، ده تمام احسن بكتير. وزي ما قلتلكوا احنا مش لازم نسمع شرح تاني من اول من جديد، احنا المهم ان احنا نقعد نذاكر بنفسنا، والاهم بقى الاسئلة. يعني احنا لو بنذاكره ساعة فنقعدوا نحله ب3-4 ساعات. هنذاكروا المادة وبعد كده نحلوا الاسئلة بتاعة كتاب المدرس والكتب الخارجية. طبعا لو قدرنا نعمله كده في يوم واحد تمام، عايزين نقسموها تمام مفيش مشكلة. هذاكر ازاي؟ همسك درس درس واقعد اكتبه واذاكره. بعد كده هجيب اي ورقة فاضية واكتب الدرس كله من دماغي. دي الطريقة الوحيدة المضمونة ان انتوا تقولوا ذاكرتوا الدرس بجد. وعايزين طبعا المخططات بتاعت الكيمياء ياريت نعملوها برضو من دماغنا، مفيدة جدا يا جماعة وهتنظم لكم دماغكم للحل. وبالنسبة للجزئية، اي جزئية انتوا مش فاهمينها ما تعودوش تعيدوا وتزيدوا فيها مذاكرة، عيدوا وزيدوا فيها حل اسئلة. بجد الحل بيسهل الدنيا وبيخليكم تتعودوا على اي جزئية صعبة انتوا مش فاهمينها في اي مادة، مثلا كيمياء او فيزياء، حلوا كتير اكتر من ان انتوا تقعدوا تذاكروا الدرس نفسه. طيب انا بقى يا شيماء مش قادر اذاكر وخلاص فقدت الشغف في الاخر وتعبت وحاسس ان انا مش هلحق وكده. بلاش في الفترة ديت اساسا يبقى عندكم اوبشن ان انتوا مش عايزين تكملوا. احنا مفيش حل في ايدينا دلوقتي غير ان احنا نكمل ونراجع. يعني انت اللي بتتحكم في دماغك وبتتحكم في عقلك، اديله الامر ان هو يقوم ويذاكر. مفيش اوبشن غير كده. قوم وخلص اللي عليك وبعدين نبقوا ننهاروا تمام. بس اهم حاجة ان احنا ما نضغطوش على نفسنا. حسيت في وقت مثلا ان انا خلاص اتخنقت وعايز اعيط، ريحوا نفسكوا وعيطوا وطلعوا كل اللي انتوا كاتبينه في دماغ نفسكوا وكده، ويا ريت نقوم نكمل ونذاكر. طبيعي ان البني ادم يجي عليه وقت ويزهق وهو يحس ان هو مش عايز يكمل، خلاص زهقت من المذاكرة. في الفترة ديت ادوا لنفسكوا بريك شوية، ساعة ساعتين، اهدوا وصفوا ذهنكوا. لو هتعرفوا تنزلوا انزلوا تمشوا لوحدكم مع صحابكم، نخرجوا عادي، بس يبقى مرة او مرتين بالكتير قوي، ما يبقاش ان احنا بنضيعوا ايام خصوصا في فترة المراجعة. يعني الوقت بجد مهم جدا بالنسبة لنا، مش محتاجة اقول لكم طبعا. بس يا حلوين وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، لو مش مشتركين في القناة اشتركوا، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.